شايفين اللون اللي بجنن. اليوم أكلتنا غريبة بقشطة، من الأكلات المميزة برمضان. كثير حتحبوها، حتجربوها على طريقتي تنجح معكم إن شاء الله. بسم الله. طعم يا جماعة خرافي. شوفوا القشطة بقلبها وهاي حنيفة. خلونا نبلش الفيديو ونروح على العيارات. في عندي نص كيلو طحين 500 جرام، بدي نصهم سمنة أي نوع سمنة بتختاروا، ولكن أفضل تكون سمن حيواني، سمن حلوب. في عندي هون لإلهم 200 جرام سكر بودرة، بدي أخلطهم أول شي مع السمنة وبعدين بنزل الطحين عليهم. وعندي هون قطر، حاستخدم معلقة قطر للعجينة آخر شي. طبعا السمنة والطحين يفضل يكونوا محطوطين بالبراد قبل ما نشتغل فيهم، يكونوا باردين. بسم الله. هلا حنخل السكر البودرة فوق السمنة. وراح يدعكم هلا سوا وبعدين ننزل عليهم الطحين. بسم الله. هلا بعد ما صاروا عندي بهالشكل واخذوا كل السكر، بدي انزل عليهم الطحين. بسم الله. حنزل الطحينات فوقهم هلا. كمان كالعاده ننخل الطحين عشان اذا كان في اي شوائب ما تطلع بالعجين. وهلا بقلب الطحين والسمنه كلهم بعجنهم مزبوط حتى تصير عندي عجينه متماسكه. وهلا يا كابر بعد ما صارت بهالشكل والعجينه تمام شبكت معنا، بننزل عنا ما يقارب معلقه قطر، معلقه كبيره، وبدعكها فيهم. هذا القطر هو اللي بيعطيها اللون الحلو للغريبه اللي بتشوفوه. هلا بعد ما دعكتها بالقطرات راح احطها بالبراد شغله نص ساعه تاعت زمان وبعدين بشتغل فيها. وهلا هون في معنا الشيفه سنة عم تجهز لنا الفستقات اللي بدنا نحطهم على وش الغريبه بقشطه. حطيها هون بابا بالصحن. هلا في عندي هدول الفستقات الحلبيات غليناهم بمي سخنه مشان القشره تبعهم فورا تطلع منهم. شايفين كيف؟ طبعا هي الشغله اختياريه، يعني فيكم ما تحطوا شيء على وشها، بس احنا حنزينها فستق حلبي. ولا يا كابر بعد ما ريحت عجينتي بالبراد شي ساعة زمان حطيتها بكيس أنا مشان تاخذ برودة بشكل أسرع وبشكل كامل. شايفين بهالشكل حطيتها بالكيس وكبستها حطيتها بالفريزر حتى صارت عندي مثل الحجر. سامعين صوتها رخامة من أخذت برودة مزبوط. هلا رايح فرفتها وارجع افركها بايدي بدعكها لحتى تطرى. وهلا يا اكابر دعكتها حتى صارت بهي الطراوة. إذا شفتوا عجينتكم ناشفة بتضيفوا عليها معلقة سمنة، مو ناشفة ما في داعي للسمنة. طبعا هلا كتير صارت طرية مثل ما شايفين، صارت دبقة. هاي حطها بصحن وحطها 5 دقايق بس بالبراد لحتى تشد حالها واشتغل فيها. حاشرح لكم على شغلة. هلا هذا القالب مو قالب غريبة بقشطة، هذا قالب بتي فور تارت بيستخدموه أو لبتي فور السابلة. أنا جبت هالقالب. شوفوا هلا هذا بقلبه ما بينزل، كان أول شي عم ينزل بقلبه يطبق طبق. جبته وطعشته، سكرته شوي هيك على الجناب، وقفته لأنه قالب الغريبة بقشطة بيجي واقف. هاد مثل ما شايفين جاي هيك فايش. قالب الغريبة بقشطة بيجي غميق وواقف أكتر من هيك. قدر الإمكان يعني طعشته ووقفته بهالشكل. المكان اللي ساكن فيه ما لقيت قالب غريبة. هاي القوالب موجودة عند أي محل عصرونية بتلاقوا منها، والمحلات اللي بيبيعوا قطع صينية كمان بتلاقوا عندها. بتجيبوه بتطعجوه شوي أو فيكم تسووه بهالشكل كمان، ولكن إذا هيك بنحاول شوي نوقفه تطلع القطعة أجمل وأحلى. هلا يا كابر أخذت نص العجينة وخليت النص الثاني بالبراد. حاشتغل
نص نص بتضل عجينتي باردة. بسم الله. بسم الله. هلا بدي قصّيت العجينة على قد القالب اللي عندي. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 هاي 8. هلا أحط على إيدي شوية سكر بودرة، وآخذ شقفة من اللي قصّتهم، أدلك إصبعتي سكر بودرة، ونحفر قرص الكبة تبعنا. حاول كله يكون سماكة واحدة. شايفين بهالشكل. هلا هون في عندي قشطة، حاطها كنت بالبراد وحطيتها بكيس نايلون، مو شرط يكون عندكم كيس طباخ، وقصيته من الزاوية، وبعبي القشطة تبعنا بهالشكل. هلا بحط شوية سكر على ايدي كمان وبكبس الحشوة تبعي مشان ما تطلع لبرا. كل ما بحسها حتطلع بحط سكر وبكبسها. بسم الله. مثل ما بسكر قرص الكبة، سحب هيك لفوق. شايفين كيف؟ بس تحسوا القشطة قربت تطلع لبرا، تلكوا ايدكم سكر بتعطوها كبسة، بتخلوها تحت القشطة مشان تقفل معنا مزبوط. سحب مثل الكبة. هلا عندي القالب تبعي فكه كله، بغبره سكر البودرة، بنفضه، بحط القطع تبعي فيه. طبعا القفلة ضلت لوين؟ لفوق. هلا كبسة خفيفة مشان تاخد الرسمة. وهلا بهالشكل هيك نزل عنا القرص. حطه بالصينية. نفس الشي كمل شغل باللي بعدها. نجيب صباعتنا ونحفر قرص الكبة. يعني القالب تبعنا نرجع بنغبره، نحط القرص تبعنا بالقالب. القفلة بخليها لفوق وبضغط ضغطة خفيفة بس حتى تشكل الرسمة. شايفين ما أحلاها؟ حطها جنب أختها. وعلى هالأساس بكمل كل القطع عندي. وهلا يا أكابر بعد ما خلصت الكمية كلها بدي أحطها بالفريزر لحتى تتجمد بشكل كامل وتصير مثل الحجر. فيكم طبعا تحطوها ساعة أو ساعتين، بس أنا راح أخليها لتاني نهار، راح أغطيها وأحطها بالفريزر وتاني نهار تكون جمدت منيح بشتغل فيها. هلا يا أكابر بعد ما تركناهم نهار كامل بالفريزر صاروا مثل الحجر. شايفين؟ هلا راح أصفهم هون عندي بالصينية ونخبزهم. بسم الله. وهلا في عندي هون فستق اللي قشرناه، رايحين نزين وشهم بالفستق. بسم الله. طبعا هلا بس ينخبزوا بيعلى الفستق فيهم. هلا بعد ما نقشناهم بالفستق بدي اخبز على اعلى حراره عندي. طبعا الفرن محميه
قبل بوقت، بنحطها بالرفة الفوقانية وبشغل الفرن من فوق ومن تحت. بسم الله. شايفين وين حطيتها؟ بالرفة الفوقانية. طبعا هي ما بتاخذ كثير وقت، بضل عيني عليها كل شوي افتحها وفتل. بسم الله. مثل ما قلت لكم خلي عيني عليها. شايفين شلون صار لونها؟ كل شوي بعمل لها فتلة بس بدي اياها تصير احمر من هيك. هلا هيك حاجتهم. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون ما احلاه. وهلا حننزل الوجبة الثانية. وهلا يا كابر بعد ما بردوا حطيتهم مثل ما شايفين هيك بالوراق. كل منظرهم ما احلاهم. بسم الله. هلا حقطع قدامكم. بسم الله. يعني شايفين اللي قلبها كيف مستوي؟ هاي القشطة بقلبها. طبعا هذا مو مثل القالب الغريبة النظامي اللي بيساووه بالمحلات. هذا القالب بيتوفر عنا. لذلك طلعت مو كتير هيك واقفة الغريبة هاي. حتى بهي القالب وبهي الإمكانيات بالبيت اشتغلنا شغلة إن شاء الله بتضاهي المحلات. وهلا بنقول بسم الله وندوق قدامكم. ما في كلام يا جماعة. طعم يا جماعة عن جد شغلة كتير فوقانية كتير طيبة. ومن الأكلات المميزة برمضان بغريبة القشطة. جربوها بنفس العيارات وبنفس الطريقة تبعنا إن شاء الله حتنجح معكم. ولا تنسونا من دعائكم بهالشهر الفضيل. ولا تنسونا من اللايك. واللي ما اشترك بالقناة يشترك. ولا تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل منا ومنكم.